انا عايزك بقى كده تبقى باشا باشا في كلامك، باشا في تفكيرك، باشا في مشيتك، في نظراتك للناس. تكون هيبة كده وانت ماشي في الشارع، حتى وانت قاعد تبقى باشا، مش متكبر بس راجل كده قيمة كده وسيمة. وعشان تبقى باشا لازم تسمع كلامي اللي جاي ده كويس جدا، وتحطه حلقة في ودنك وتنفذه من دلوقتي. صحتك راس مالك. لا تاكل حلويات ولا اي شيء فيه مواد حافظة او حاجة ساقعة، ممكن بس من حين لاخر. الطريقة تمنع نفسك اول 3 ايام، صعب طبعا واكيد، بس بعد كده بالتدريج جسمك هيتعود على كل حاجة. كل خيار وطماطم وجزر وكابوتش سلطات، يعني ده بيغذيك كويس وبيسد جوعك. والعيش البلدي بتاعنا ده اخرك فيه رغيف او تمنعه خالص. انا شخصيا بقالي سنين مش باكل عيش خالص، باكل حاجات تانية زي الشوفان والعدس في نظامي. تشرب مية كتير يا باشا، يوميا من 2 ل 3 لتر. اول لما تصحى من النوم تشرب مية وتقسمهم على مدار اليوم. 70% من جسمنا مية. هتفضل شباب بالمية. ما تقطعش الاوميجا 3 عشان نظافة مخك، ولا فيتامين بي 12 عشان عضلاتك وصحتك النفسية كمان، لانه بيساعد على منع الاكتئاب. مخك محتاج تنظيف. تقوم دلوقتي تحذف كل التطبيقات وكل المتابعات لأي حاجة بتضيع وقتك وتافهة. أي حاجة مش بتعلم حاجة تفيد تبقى تضر. كل اصحابك اللي تعرفهم سرسجية شمامين تقطع علاقتك بيهم دلوقتي حالا. صاحب عيال نظيفة عشان تتعلم منهم. أهم حاجة يا باشا تلعب رياضة، تروح الجيم بمزاجك غصب عنك. الجيم زي الجامع، مقدس، لازم تروح. وانت تعبان تروح، وانت سليم تروح. اسأل الأكبر منك. أنا شخصيا بعمل كده عشان أتعلم من تجاربهم وخبرتهم في الحياة. جرب كل يوم حاجة جديدة. من غير التجارب مخك هيعفن. لازم تتعلم حاجات جديدة. ما تخليش يومك يعدي كده وخلاص. لا، لازم تفكر ازاي تستفاد منه وازاي تتعلم من كل حاجة حواليك. اتعلم تعمل كل حاجة لوحدك بدون حد، لا ابوك ولا اخوك ولا صاحبك. اعتمد على نفسك انت وبس. فهمني يا باشا؟ امشي في الشارع رافع راسك وظهرك مفرود وبص لفوق، وامشي بهدوء واتكلم مع الناس بصوت واضح وبص في عينيهم. اتعرف عليهم وناديهم بأساميهم وعرف اسمك ليهم، وسلم عليهم بقوة. وانت بتسلم تبص بقوة في عينيهم. اوعى تكذب، مفيش حد بيكذب، مفيش باشا بيكذب. الكذب بيهز صورتك جوه نفسك، بتخون نفسك بنفسك. الباشا بيوعد وينفذ، مفهوم؟ الباشا بيحترم كلمته ومش بيفتي، ولو مش عارف بيقول مش عارف. اهتم بنظافتك الشخصية، ريحتك ونظافة الجزمة بتاعتك تبقى جميلة، وضوافرك تتقص باستمرار، واسنانك تعمل لها تبييض عند الدكتور من التصبغ من الجير، وده ما بيكلفش كتير على فكرة.